يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا بحب قوي وقفه المطبخ بتاعتنا دي. عايزه اقول لكم ان انا بمر بيومين صعبين جدا جدا على اي ام في الدنيا وعلى اي بني ادم في الدنيا برضو. كبني ادمه ان انا عيانه، كأم ان انا بفطم حمزه، وانتوا مش فاهمين. اي او الامهات اللي عارفه، الامهات اللي بتنيم ولادها على الرضاعه، يعني ولادها متعودين يناموا على الرضاعه بس، فهي عارفه المأساة اللي انا فيها دلوقتي. حمزه حرفيا مثلا وهو نايم، ودي حاجه طبعا غلط ان انا عودته عليها، بس بجد غصب عني. وهو نايم بيقوم 3 4 مرات عشان يرضع، فهو دلوقتي بيقوم ومفيش رضاعه، فلكوا ان تتخيلوا ايه اللي بيحصل. يعني اكيد الهالات السوداء دي مش من فراغ بجد. نمت قليل قوي قوي من امبارح. اعمل لكم في الستوري اللي جايه. يوسفني اقول لكم ان الوضع صعب شويه بصراحه، بس زيه زي اي حاجه في الدنيا. يعني هو بقاله سنه ونص بيرضع. انا عارفه ان في ناس بتكمل لسنتين وكل الكلام ده، بس حمزه ما بياكلش خالص، وهو معتمد على الرضاعه اكتر، عشان كده ولا بياكل ولا بيشرب، وبينام قليل جدا بسبب انه بيصحى كتير عايز يرضع، فهو ده الوقت المناسب للفطام. الفكره بقى في العصبيه بتاعت ان هو عايز يرضع ومفيش رضاعه، عصبيه رهيبه. وانا بحاول بقى يعني انقذ الموقف ان انا بقى العب معاه، الهيه كده يعني. بس فيومين صعبين شويه بصراحه، فربنا يكون في عون اي ام، عشان بجد كل مرحله الام بتمر بيها، يعني كل مرحله بتبقى فيها صعوبتها وفيها حلاوتها. والله انا بقول كده، يعني مش هقدر اقول لكم ان كل المراحل وحشه وكل المراحل متعبه وكل المراحل مقرفه، بالعكس، بس هي بتبقى صعبه شويه. وانا دلوقتي كمان ما بنامش بقى بسبب، يعني حاسه بقى ان انا رجعت تاني، ان حمزه لسه بقى في اول شهور. عارفين اول شهور دي بيبي ما بينامش كتير، بيصحى كل شويه يعيط، فانا بقى حاسه ان انا حمزه رجع تاني عنده شهر او شهرين. بس ان شاء الله تعدي على خير. وانتوا برضو قولوا لي تجاربكم، يعني اي ام فطمت ولادها عملتوا ايه، وايه اكتر حاجات اللي خلت الدنيا تبقى اهدى يعني. عندي برد جدا، يعني صوتي فظيع. المهم ان انا كمان لما باجي بقى انيمه امبارح اضطريت، هو ما بينام، مش راضي ينام، مش عارف ينام، هو عايز ينام جدا ومش عارف، فشلته بقيت اهزه، مش راضي، بيعيط وبيزن وعايز يرضع. اضطريت ان انا اشغل له التلفزيون بس مش كرتون، شغلت له ميوزك كده، حاجه اطفالي يعني، حاجه كده اللي هي سويت دريمز وحاجات بقى، حاجه كده تبقى هاديه يعني عشان تنيمه. وحتى السكرين قدامه ما فيهاش كاركترز وحاجات بتلعب وناس واطفال وكده، لا خالص، فيها نجمه، فيها بس فاهم حاجه بسيطه قوي كده، بس دي نايمته. وانا مش عايزه بصراحه ابقى اتنقلت من انا هو بينام على الرضاعه بان هو بينام بالتلفزيون او بينام باغنيه، فنيمه ازاي علشان ما يتعلقش بحاجه تانية بدل الرضاعه.